السلام عليكم. بجد لو ما جربتوش الكيكة بالطريقة ديت يبقى انت فايتك كتير جدا. ما شاء الله، انا عايزه اقول لكم في منتهى الروعه والجمال. دي من احلى واجمل انواع الكيكات اللي انا بحب اعملها وبحب اكلها، الكيكه دي بالذات. يعني انا بعمل كيكات كتير بس ديت اقرب كيكه بصراحه لقلبي. طعمها حلو قوي قوي قوي، بنفس كده دي الذره كده. حاجه بسيطه كده، بنحط نص كوبايه كده بيخلي لها طعم تاني خالص. شوفوا ما شاء الله، اسفنجيه وهشه ولونها جميل وطعمها حلو. هحط كمان عليها معلقه واحده بس كده. هتغير نفس وطعم الكيكه خالص وهتوديها في حته تانية خالص. تعملها بقى في فطار، تعملها في عشاء، في سهرة آخر الليل. بجد حاجة في منتهى الجمال. كمية حلوة قوي طلعناها من الكيك ما شاء الله. والقطع كمان كبيرة، يعني لو صغرناها عن كده هتبقى أكتر من كده. يعني شوية اللي في الطبق دول عشان أوريها لكم بس. وكمان في الصينية ما شاء الله فايت كتير. مع كوباية شاي بقى، يا سلام على الجمال. أو كوباية شاي بلبن، أو نسكافيه زي ما تحبي بقى. بجد طعمها حلو قوي قوي قوي. مش تاخد من وقتك دقايق. كمان اللي ما بتعرفش تعمل كيك واول مره تعملها او بتفشل منها او بتخاف تعملها، لا هتعمليها بمنتهى السهوله، كله في الخلاط. 3 دقايق بالظبط او 5 دقايق هتكوني مخلصه الكيك دوت وحطاه في الفرن. وعايزه اقول لك كمان، هعرفك كمان طريقه التسويه الممتازه. بصوا قد ايه هشه وطريه وجميله ومرتفعه، حجمها حلو قوي ما شاء الله. ولو عايزاها عاليه عن كده هقول لك، ولو عايزاها اقل من كده في العلو برضه هقول لك تعملي ايه. يلا ندخل على الفيديو بتاعنا ونسمي الله ونصلي على الرسول. بس اهم حاجه حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعلوا زر الجرس وتتكوا على كلمه الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. اول حاجه كده، انا معايا الخلاط هعمل فيه بيضتين. بيضتين اللي هو انا معايا بيض بلدي، يعني هو بيض مش كبير قوي. ومش هقولك بقى في درجة حرارة الغرفة، عادي انا مطلعاه من التلاجة تمام. لو عندك البيض اللي هو بتاع المحلات دوت والبيضة كبيرة خالص، ممكن تحطي بيضة واحدة بس. هتقولي بيضة واحدة تعمل صينية كيك، ايوه. بيضة واحدة تعمل صينية كيك ما شاء الله. حجمها حلو، يعني انا عاملة الكيكة متوسطة، يعني اللي هو الصواني، طقم الصواني المتوسط اللي هو المدور دوت. اللي هي مقاس 26. تمام. حطيت البيضتين، حطيت نص كوبايه من الزيت، وحطيت طبعا رشه من الفانيليا السايله، لو عندك فانيليا عاديه حطي. وبين صوابعي كده شويه من الملح، وحطيت كوبايه من اللبن ان شاء الله باذن الله. وديت هحط كوبايه وربع من السكر. كده هي مظبوطه جدا. باذن الله هسيب لكم كل المقادير والمكونات معايا في صندوق الوصف. علشان اللي ما يعرفش صندوق الوصف، هو هتتك على عنوان الفيديو هيدخلك لصندوق الوصف. بصوا بقى، دي المعلقه اللي هي بتخلي طعم الكيكه برتقان في برتقان كده. بالرغم ان انا مش عاملاها بعصير برتقان. انا بشرت كده حوالي معلقه كبيره كده من بشر برتقان، وما تاخديش الحته البيضه. يعني الحته الصفراء اللي فوق بس بمبشره كده، او بسكينه وتحاولي تاخديها. الحته الصفراء اللي فوق، اغسلي البرتقانيه كويس وبشوريها. وخدي الحته الصفرا بس اللي فوق. انا ضربتهم كويس جدا لغايه ما عمل معايا فوم، ولغايه ما لونه بيض كده. مفيش طبعا اسهل من كده. انا كل المقادير حطيتها في الخلاط وضربتها. معايا بقى المكونات الجافه، عباره عن كوبايتين من الدقيق، طبعا نخليهم مره او مرتين كده عشان الكيكه تطلع معاكي هشه وحلوه. وهحط عليهم بقى نص كوبايه من دقيق الذره. انا مش عايزه اقول لكم بقى، دي الذره دي بخلي نفس الكيك طعمه خرافه وريحتها حلوه قوي قوي قوي. بجد جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. انا نص كوبايه او كوبايه الا ربع كده من دي الذره. تمام. دي الذره دوت انا بجيبه من عند مستلزمات الحلواني، ممكن تجيبيه من عند بتاع الاعلاف واللي بيبيع برضو الدقيق والحاجات ديت. حلو قوي، مش شرط دقيق اصفر، ممكن تجيبي دقيق ابيض. لو انت هتجيبي بس 8 كيلو دقيق، 8 كيلو دوت يعني كوبايه دقيق ذره. يعني مش هتكلفك كتير خالص، يعني ممكن 8 الكوبايه دي تيجي ب5 جنيه او حاجه، او اقل، معرفش بقى هي بصراحه سعره كام. 8 كيلو هتعملي يعني سايب كده من عند العطار ولا حاجه. هتعملي ما شاء الله الكيكه ديت مرتين اتنين. حلوه قوي ما شاء الله. قفلت بقى حطيت كل المكونات على بعضها كده، طبعا بعد ما انا قلبت كده المكونات الجافه طبعا، وباكو من البيكنج باودر ما تنسوهوش. بدات ان انا احط عليها المكونات السايله كده. وعلى فكره في اتجاه واحد زي ما انا بعمل كده، من فوق لتحت باتجاه واحد. هتعملي في اتجاه معاكس الكيكه هتهبط منك وهتطلعي كل الهواء اللي فيها. لو تلاحظوا انا بعمل في اتجاه واحد اهيت، ما برجعهاش تاني. تمام. في التوقيت دوت انا مولعه الفرن على درجه حراره 180. تدخل على فرن متوسط الحرارة، لا هو سخن قوي 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 ولا هو بارد، لازم تكون متوسط الحرارة. لو سخن قوي قوي الكيكة هتاخد لون بسرعة وهتبقى نية من جوه، وبره
وبرده لو هو بارد هتاخد منك وقت كتير في الفرن، مش هتطلع معاكي مظبوطه. طبعا ديت الصينيه الوسط في طقم الصواني المدوره. لو انت عايزاها اعلى من كده زي ما انا قلت لك في اول الفيديو، هتجيبي صينيه اللي هي الاصغر صينيه فيهم اللي هي مقاس 24. لو عايزاها بقى عندك اطفال وبيهروا بقى والقطع كده بيهروا مش عارفه يمسك القطعه الكبيره، ممكن تعملها في الصينيه الاكبر من ديت، مفيش مشكله. تمام. هخبطها خبطتين كده على الرخامه كده عشان اطلع فراغات الهواء. وزي ما قلت لكم في التوقيت دوت الفرن معايا مولع على 180 درجه. هبدا بقى ان انا احطها في الفرن رف اوسط، مش هولع الشوايه من فوق الا اذا احتجت في الاخر اولع الشوايه من فوق، ممكن اولعها. تمام. هحطها بقى في الفرن وهوريها لكم دلوقتي بعد ما استوت. انا عايزه اقول لكم في منتهى الجمال، ريحه البيت كانت جميله، ريحه الخبز في البيت كده يا جماعه، وريحه الكيكات ديت روعه. حطيتها في الفرن استوت، طلعتها هي. هبدأ بقى ان انا اشوفها كده بخلة وهي في الفرن اصلا، يعني هي قعدت حوالي 35 دقيقة بختبرها كده، لقيتها ما شاء الله الخلة طالعة نظيفة وتمام كده، هي استوت. حبايب قلبي انا بفكركم تاني، اللي ما نسيش يحط اللايك يا ريت ما ينساش يحط اللايك. اللايكات ديت اللي بترفع الفيديو وبيخلي الكل يشوف ويستفاد من الفيديو. فأمانة عليكي اللي استفاد من الفيديو ولو بمعلومة بسيطة ما ينساش يحط اللايك. ويا ريت يا حبايبي اللي ما اشتركش في القناه يشرفني ويشترك في القناه. طبعا بقى الخرط دي بقى زي ما انت عايزه بقى الخرطه كده كبيره ما فيش مشكله، عايزاه صغيره قطعي اصغر من كده، ديت حريه شخصيه وترجع لك انت. تمام. انا قطعتها هيت وعايزه اوريها لكم. بصوا شكلها تحفه على فكره، هي ما كانتش بردت تماما، هي يعني كانت دافيه بسيط، بس ما شاء الله اتقطعت معايا. والقطعه بصوا ما شاء الله مليانه كده وكبيره، ده كمان الكاميرا ظلماها والله في الحجم. ولونها من جوه فاتح وجميل جدا ومستويه وطعمها حلو قوي وريحتها احلى واحلى، وقدين طريه واسفنجيه كده في منتهى الجمال. يا ريت يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل بتاعكم اللي هيرفع الفيديو ويخلي كله يستفاد منه ما شاء الله. ويا ريت بقى ما تنسوش بقى الكومنتات الحلوه بتاعتكم. اللي وصل معايا لغايه هنا يا ريت ما ينساش يحط لايك ويسيب لي كومنت جميل زيكم كده. تمام. انا بصوا بقول لكم انا قطعت ما شاء الله اهوت. احنا كنا بقى في التوقيت دوت بالليل بقى، والعيال بقى عايزه تاكل كيك، فعملتها وقطعت كده طبق كده، وقلت ما اعمل كوبايه شاي. انا وريتكم بس الكوبايه بتاعتي بس كده، ونقعد نتلم كده في السهره كده، ونقعد ايه نشرب بقى شاي سخن كده مع كيك كده، واقول لكم اتفضلوا معانا احلى طبق كيك ما شاء الله. يا ريت تجربوه بجد. اولا منجز جدا وسريع وسهل وما شاء الله. عايزه اقول لكم تكه البرتقان ديت حلوه قوي، اللي هي بشر البرتقان ديت حلوه قوي، مديله ريحه وطعم حلو قوي. كمان نص كوبايه دقيق الذره ديت بصراحه مخليه في حته تانية خالص. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. ولو انت لسه ما دخلتيش المطبخ قبل كده او بتخافي تعمليها او دايما بتهبط منك، بعد الفيديو ده ان شاء الله مش هتهبط منك. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامه.